السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على الحبيب قلبك يطيب. معاك عيسى الفريقي. عند موضوعنا اليوم عن النصر والاتحاد، مباراة الموسم. النصر يبغى الصدارة، ما شاء الله تبارك الله. السنة هذا النصر في تصاعد بعد ما اشتروا كريستيانو رونالدو. حتى الجمهور نصر بقى يحضر مباريات، احترامي للجماهير الباقية. يعني السنة هذه إذا شفتم جمهور النصر العام والسنة هذه في فرق. يعني جمهور النصر هذا صار يحضر المباريات، وصار ما شاء الله وين ما يروح النصر صار نصر العالمي. يعني ما شاء الله تبارك الله، صار الجمهور يحضر في كل المناطق. مباراة نحن نبغى نتمتع نظرينا اليوم. مباراة في جدة الساعة 8:30 بتوقيت السعودية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. المباراة في أرض الاتحاد. يعني الاتحاد يقول لك أنا لي 6 سنين 7 سنين بفوز على النصر. هذا لا يعني إنك أنت بتفوز 7 سنين 6 سنين إنك أنت المباراة ضامنها. النصر السنة هذه ما شاء الله، يعني الشوط الثاني الدقيقة 80 دقيقة 90 آخر مباراة مع الباطن، والاتحاد آخر مباراة مع الخليج. يعني كلهم قدموا مستوى، والنصر مصدر حاليا 46 نقطة. يعني ما شاء الله في تصاعد المستوى. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. كم تتوقع النتيجة يا متابعين؟ كم تتوقع النتيجة يا متابعين؟ أنا أتوقع والله أعلم تعادل 0-0، رغم إنه ما في مباراة صبح، ما في مباراة ديربي، مباراة مصيرية لكل الفريقين. المشاهدين والنقاد والمتابعين أكثرهم يقولوا النصر هو اللي يفوز. والله أعلم. احترامي لجمهور الاتحاد، احترامي لجمهور الاتحاد. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. نخش في الموضوع الثاني، موضوع الأبطال أوروبا. نقول مبروك لجمهور الميلان على تأهله لدور الثمانية بعد طول غياب من أبطال أوروبا. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يرجعوا. نعم الميلان اختفى، لكن لكل فريق له ظروف، وإن شاء الله الميلان يرجع أصعب وأحسن لجمهور الميلان. مع مباراة باريس وبايرن ميونخ، يعني مباراة البارح صراحة باريس ما قدم فيها أي مستوى. يعني باريس صراحة لازم النجوم هذه يضحي بيها، يخلي نجم واحد من الفريق من النادي يشتري لاعبية، يعني يعمل يثبت على المدرب 2 3 سنين على نفس السيستم، على نفس الخطة. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. اشتركوا في القناة واعطوا لايك يا متابعين. إذا بتتابعنا على التيك توك، إذا بتتابعنا على اليوتيوب اشترك. وصل على الحبيب قلبك يطيب. مشكورين يا متابعين.